بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تم ضبط هذه المركبة. هذه مثل ما نلاحظها تحمل لوحات مرورية قديمة، ولكن بعد ما تم تدقيقها طلعت هذه المركبة مغايرة بالكامل، وتخص المركبة هذه الأرقام تخص مركبة أخرى. تكون مخالفة راح تصير على هذه المركبة، راح تكون هي بالأساس على مركبة أخرى. يعني أنت تخالف بهذه المركبة وتسبب يعني غرامات على غيرك. شنو ذنبه هسه هذا السائق الاخر؟ شنو ذنبه يتحمل يعني مخالفاتك؟ انت ماخذ لك ماخذ ارقامه، وبالتالي ممكن انه لا سمح الله يصير حادث ويصير على صاحب المركبه الاخرى. هذه مخالفه جسيمه. احنا اعتيادي هذه راح نحولها الى الجهات التحقيقيه لاتخاذ الاجراءات الاصوليه بحقه. مثل هذه ما نسامح عنها، ونضبط اي حاله من هذه الحالات في حال حصول مثل هذا الموضوع. صباح الخير، شلونك؟ حياك الله. شنو سيارتك فحص؟ اي سيدي. يعني شنو فحص؟ صار لها فتره هي. وين اللوحه الثانيه؟ موجوده. انتظروا تمام سيدي. خلي شوف، خلي تشيك ابو الحاسب هسه خلي يجي، هسه يجي لك ان شاء الله سيدي. تم ضبط هذه المركبه. هذه المركبه يعني محور في البودي مالته، يعني مغير تفاصيل المركبه مخالفه لما موجود بالعائديه والسنويه مالته، وبالتالي انه هذا تزوير في بدن المركبه وتزوير في الوثائق الرسميه. الحقيقه مغايره لما موجود في السنويه. مثل هذه الحالات يعني لا يمكن انه السماح بها، وتعتبر من المخالفات الجسيمه اللي يحاسب عليها القانون. هذه حاله ضبطناها هذا اليوم في طريق خارجي وطريق مهم وطريق مزدحم، والسائق يعني عكس السير، يقود مركبته عكس السير في اخطر طريق. خل لاحظ حجم المركبات الكبيره وحجم الدخول للمركبات من هذه المنطقه، وهذا سائق المركبه يدخل عكس السير. خلينا نجي نلاحظ بعد شغله ثانيه. للاسف عنده اطفال، يعني هسه ما يخاف على الاطفال، يعني ما اعرف والله ما يخافون على اطفالهم. هسه مقعدها قدام الزغيره، لا سامح الله يصير ما يصير، هذا شو يصير بيها؟ شو يصير بيها هذا؟ ليش يا عزيزي ما تخاف عليها خطير؟ هسه تبكي ليش؟ خليها تبكي ليش؟ سلمي علي. لا ليش ليه تسلمي؟ لا مو سلمي قوي قوي. الله يرضى. قوي 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 قوي. بعد يلا. وين مستمسكاتك؟ اخترنا خذ شارتك وطلع. خذ شارتك وطلع. يلا بسرعه. يلا دير بالك عليها. الله يرضى. يلا خذ شارتك بسرعه بسرعه يلا بسرعه. ها السلام عليكم. شو مسوي؟ وضحها زين. تاخذ رقم ملازم ولا احمد؟ زين؟ توضحها وتدزي هي. اليوم ننتظرك للساعه ب 12، ما وضحت راح اقطع لك غرامه. صباح الخير. نبي. سال الله يخليك. انا يوم 22/4 غرمت بالمنصور وقوف خطا. ثاني يوم رحت سددت بصلاح الدين سامر السكن مالتي، بس بعت السياره واريد احولها يقول لي عليها غرامه، وانا جايب له هذا الوصل مسدد. شكو؟ شيك هذا. لا دافع بعد ليش خاف ما مسحين خاف كذا ان شاء الله صح. اي لازم اروح المشتى اسوي رسوم بيها مجال تسهيل امر. والله خلينا نشوف. والله تعال عميد بشير، شو الموضوع؟ ايش بيه؟ سيدي هاي مال هيئه نافذه سبب هاي سيدي اذا تأمر 30 يوم الباركود يقفل، هم مصممين هيك. مو يمنا هاي يمنا والله. روح هسه بس على البصمه سيدي. تقول شو تريد؟ والله بس البصمه وها هي. على بختك ما ولا عندنا شيء، ما عندنا. يلا وين؟ المشترى هاي. يعني مو يمنا. لا ما في شيء جاري، انت مو منتسب. اي منتسبه سهله؟ ما تجلس الربع. اي سهله خلاص. عندي استفسار. انا اذا اخلي السياره معوقين تمام؟ شهر التاسع بصلحته، اجيت يعني ورا حوالي 20 يوم 25. روح سجل فتحنا اليوم.